اللي هو 50 جنيه الفدان. اي ارض تانية. شوفي كلمه اي ارض. اي اراضي اخرى، يعني يستصلح مصر كلها وياخدها. ده كان ده بند موجود في العقد. بند موجود في العقد. واذا كان حد سمعني ويخالف ده، يعني له راي مختلف يقول. بند موجود في العقد. فهو النظام السابق للاسف الشديد ان هو خصخص توشكا قبل ما يفكروا في الخصخصه. ان هو اختصها بمستثمرين معينين تقال، اعتقادا منه بانه ده محدش هيقدر يروح يستصلح او يزرع او يروح يستصلح، وامكانيات ضخمه غير الشركات الكبيره. طيب استاذنك، لكن الخطا انه ما اداهاش لشركات وطنيه نعرف نحسبها. بالظبط، هو ده الخطا. راح اداها كلها لعرب وناس اجانب قاعدين احنا محتاسين معاهم. طيب معانا الاستاذ عصام من القاهره. مساء الخير يا استاذ عصام، اتفضل يا فندم. مساء النور يا استاذه. مساء الخير يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا، مساء النور يا استاذه. اتفضل يا فندم. اولا انا احب اشكر جدا استاذ شحاته ان لسه البلد دي لسه فيها ناس عندها ولاء بالطريقه المحترمه دي وبالاسلوب الرد الفعل السريع ده. ونفسي اقول له يا ريت نعرف قيمه الارض اللي هي اتباعت، اللي خدوها ناس ما يعرفوش معنى التراب اللي احنا دافعين فيه الاف دماء الشهداء، اللي الناس دي بتبيع فيها مجاملات، بيجاملوا بعض على حساب البلد وعلى حسابنا وعلى حساب عيالنا وعلى حساب جيلنا اللي طالع، عشان خاطر ان ده يمشي مصلحه لده وده يمشي مصلحه لده من اعضاء الحزب الوطني طبعا واعضاء النظام الفاشل، البلد اللي كانت فاشله. فاحنا دلوقتي عايزين ارضنا، مش عايزين لا ياخد 10 ولا 5، لان هو اخره خالص ممكن يصرف فلوسها في اي مكان بمنتهى السهوله وبلده معاها تديله. احنا عايزين ارضنا ومش عايزين حاجه غيرها. شكرا ليك يا استاذ عصام. شكرا لك. شكرا حضرتك يا فندم. طيب يعني استاذ شحاته، عايزين من حضرتك كده كلمه اخيره في نفس الوقت تقول لنا يعني خطوات حضرتك او انت ناوي على ايه في حال صدر الحكم ببطلان العقد نهائيا، او زي ما بيقولوا الاتفاق الاطاري او نوايا الخطاب تم العمل بها، هتعمل ايه في الحالتين؟ انا بصراحه مش هقدر اقول لحضرتك انا هعمل ايه، لانه احتمال الحكم يريحني ويشفي غليلي ويبطل هذا الاتفاق كمان. ده احتمال وارد. تمام. اذا لم يتعرض الحكم لهذا الاتفاق فانا بعلن ان انا هطعن على هذا الاتفاق هو كمان. لانه زي ما قلت لك الاتفاق احد امرين، يا اما هو حسب العقد القديم وهيبطل، يا اما اتفاق جديد وبيعه برضه وفقا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات. لكن في الحقيقه انا عايز اقول كلمتين. اتفضل. عايز اقول، ويا ريت الدكتور سعد يبقى مازال يكون معانا، انه الثوره لما قامت يا دكتور سعد اعتقدت انه النظام اختلف والفكر اختلف خالص. فانا شايف بصراحه انه الفكر ما اختلفش كتير والنظام ما زال قائم. اذا كانت هناك دعوه منظوره امام القضاء وتحدينا هذه الدعوه وقعدنا وبنتفق، ليه العجله؟ ما ننتظر. انا عايز اقول ان النظام السابق لم يستبق حكم مدينتي. النظام السابق انتظر صدور حكم مدينتي ثم شكل لجنه للالتفاف عليها. اما النظام الحالي بعد الثوره لم ينتظر الحكم واستبقها، شكل لجنه قبل الحكم. مما حدا بالمستشار الوليد بن طلال يقول امبارح في الصحافه ايه؟ يقول ان احكام القضاء لن تؤثر علينا. للاسف الشديد اسمه سامي مش عارف ايه كده، المستشار بتاع الوليد بن طلال قال ان احكام القضاء لن تؤثر علينا ولن تؤثر على اتفاقياتنا. بما انهم قعدوا واتفقوا فهم متصورين ان ده طبعا متصورين انه هذا العهد مثل العهد السابق. انا ادعو كل المسؤولين ان هم يراعوا ضميرهم، وانه المفروض يشعروا الثوار ان هناك اختلاف ما بين هذا العهد والعهد البائد. هناك اختلاف في الفكر واختلاف في الموضوع، وفي قوانين لازم نحترمها، في شعب لازم يتعمل له حساب. تمام. انا في نهايه الفقره بشكر ضيفي الاستاذ شحاته، محمد شحاته، المحامي ومدير المركز المصري للنزاهه والشفافيه. كل الشكر لحضرتك يا فندم، نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا، خلصت فقرتنا. معانا فقره وهي فقره الاسبوعيه كل يوم اربع، فقره نوادر الفن والسياسه والزميله شيرين دعبس بعد الفاصل.